ايه اللي وداك الزمالك؟ رحت الزمالك. انت اصلا من عيله زملكاويه ولا انتوا من عيله اهلاويه؟ اللي انا اعرفه ان انتوا العيله كلها اهلاويه. انا زملكاوي. ماشي، همشيها. لا والله انا ماشي، بس العيله كلها اهلاويه. لا مش العيله كلها. والله الله يرحمهم كانوا اهلاويه. والله ما بين وما بين. ماشي. كل اسره دايما بيبقى فيها زمالك وفيها اهل. هم. يمكن هو كفر الشيخ عموما يعني لما تيجي تقول لي، معظمهم اهلاويه. فانا عندي العيله كلها معظمهم ما بين زملكاوي وما بين اهلاوي، هم. فعادي زي اي بيت يعني. ماشي. انا بقى كعب حميد، انا زملكاوي منذ الصغر. طب انا بقى احلف. والله العظيم انا زملكاوي. ماشي. والله زملكاوي منذ الصغر هم. وما فيش اي ولا تردد. عشان ما لعبتش في الاهلي؟ ما انت كنت رايح تلعب في الاهلي. والله يا كابتن انت إسلام. مش جوزيه بص، طلبك؟ طلبني. بص يا كابتن إسلام، تمام. اسمع مني. انا الحمد لله اللي قاعد قدامك ده عهدت الله سبحانه وتعالى على جبل عرفات في حجتي الوحيدة في 2009 إن ما يخرج مني ولا من بقي إلا الصدق. تمام. فأنا صادق في انت كلامي طول عمرك في صادق كل طبعا. شيء بدون حتى محلف. يعني لما أقول حاجة، لأن أنا واصل من السن كمان إن أنا ما ينفعش أصلا أبقى الناس شايفاني حد محترم وحد كبير واخلف ظنهم فيا، مستحيل. حلو قوي. قول لي بقى ايه اللي كان هيوديك الاهلي وجوزيه طلبك ازاي؟ لا هو كان عندنا بطولة الأمم الأفريقية العسكرية في مالي، وكان بيلعب معانا في الوقت ده 7 لاعيبة من النادي الأهلي. كان موجود الكابتن عماد النحاس والكابتن أبو تريكة وكابتن حسن اسمه محمد شوقي والكابتن سيد معوض. مجموعة كبيرة كانت بتلعب من النادي الأهلي في المنتخب العسكري. والبطولة كانت مذاعة على التلفزيون المصري. فأنا خدت هداف البطولة ب7 أهداف وصنعت 5 أهداف في البطولة دي. فهنا طلب النادي الأهلي أنه يتعاقد معايا، ولقت إدارة الحرس إنها تبقى موجود معاها، وده اللي حصل بالظبط يعني. فعشان كده لما بقول لك أنا زملكاوي، أنا زملكاوي. طب ارجع بس لأن دي ليها تفاصيل أنا فاكرها كويس قوي. وقت ما جوزيه طلبك وكان انت وقعت وقتها، وقعت للاهلي. لا لا لا, لا, لا وسياده المشير طنطاوي لا لا لا. زعل منك وجابك. استنى بس عشان نقول الكلام، احنا اللي اتفقنا ان احنا لما نقول الكلام السليم. تمام. انا لم اوقع للنادي الاهلي اطلاقا خالص. انا اصلا. امال ايه اللي حصل بقى؟ مفاوضات؟ هو مفاوضات ما بين اداره النادي الاهلي ونادي ايوه بس كلموك انت الاول. لا ما كلمونيش خالص. هم حصل التفاوض ما ولا بين حد من اللعيبه كلمك؟ اللعيبه اصحابي بس ما حدش كلمني، لان دي مفاوضات ما بين اداره النادي الاهلي واداره نادي حرس الحدود. تمام. واداره نادي حرس الحدود رفضت وتمسكت بيه في الوقت. مستر مانويل بقى الى الان لما بنتقابل حتى لغايه دلوقتي، يعني اتقابلنا اكتر من مره في مواقف مختلفه. هو بينزل مصر احيانا، بيبقى في حاجات عنده هنا بيعملها. اتقابلنا مرتين، دايما يقول لي لما يقابلني انت اللاعب اللي تمنيت يبقى موجود معاه، لان انت هداف من الهدافين القليلين جدا اللي بيتميزوا بكل العوامل الفنيه اللي بيحتاجها اي مدير فني.